السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي ومحبي قناة كندياس. اليوم بإذن الله مع هذا البرد هذا وغنقدم لكم واحد الوصفة للسعادة الزوجية بين الأزواج. هذه وصفة خاصة بالرجال، ممكن حتى النساء يستعملوها، ما فيها حتى شي ضرر، بالعكس مقوية منشطة. غنبداو على بركة الله. كاين هنا الحبة السوداء اللي هي غنية عن التعريف، منقية مزيان من الحجر ومن الشوائب اللي تيكونوا فيها، ومشمشة. او دابا ملي مكاينش الشمس في هذا الفصل تنديروا المقلة ثقيلة حتى تتسخن، تنديروها واحد شوية صافي تنحيدوها، متنخلوهاش تتحرق او تتحمر، غير المهم تولي منزوعة منها الرطوبة. الحلبة كذلك ومثال. هانتوما تتشوفوا المقادير، عينكم ميزانكم، من الافضل يكونوا مقادير متساوية. هنا الحلبة البلدية منقية مزيان، وحتى هي نفس الطريقة حيدنا منها الرطوبة، يا اما الفران يكون مشعول وتنطفو عليه، واما المقلة تنديروها ثقيلة و ما تنحبسوش من التحراك، تنحركو باستمرار باش ما تحرقش لينا وتكون ذهبية على هاد اللون هذا، ماشي محمرة ماشي محروقة، محمصة بحال هكا. وحتى في عملية الطحن تتكون سهلة. نفس القضية بالنسبة لحب الرشاد، تا هو منقي مقاد، تا هو محيد منه الرطوبة محمصينو. نفس القضية بالنسبة لحب الهيل أو قعقلة، كل واحدة شنو تيقول ليها، هذه مهمة بزاف. والغني عن التعريف خذنجال، الناس اللي تعانيو من آلام أسفل الظهر، البرودة، عندهم مشاكل في البروستاتا، هذا مزيان. هاد العشبة هادي كاين اللي غيعرفها كاين اللي مغيعرفهاش. هادي عصا عالي، هادي مفيدة جدا، تطحن حتى هي منقية مزيان، محيدة منها الرطوبة، مفيدة جدا. دخلوا لجوجل ودخلوا الانترنت وبحثوا عليها، غتلقاو فيها بزاف ديال الفوائد. هنا الحمص بلدي، تا هو نفس الطريقة، محمص منزوع منه الرطوبة، تا هو مفيد جدا. هنا القرفة أو الدرسيلي، قرفة بلدية تندقوها قبل ما تنشروها، وحتى هي منزوعة منها الرطوبة، تنشموها وتندقوها قبل ما تنشروها. تنختاروا المنتوجات ديالنا بعناية، لأن العشبة إلا كانت قديمة أو في حالة سيئة متتعطيناش نتيجة. هنا هذه الباديان أو نجمة الأرض معروفة، حتى هي عينكم ميزانكم، حتى هي منزوع منها الرطوبة محمصة. هنا تقنديش، عشبة تقنديش من الجزائر الأصلية، حتى هي مفيدة جدا لهاد الوصفة هادي. غنحتاجو بإذن الله القسط الهندي، هو منقي مغربل موجود للاستعمال، 10 غرام. هنا عاوتاني 10 غرام ديال غذاء ملكة النحل،
جولي رويال حتى هو عبارة عن بودرة. هنا العكبر أو بروبوليس مفيد جدا للمناعة ولإزالة الأمراض، مفيد جدا في هذا الفصل هذا، تنصحكم به. وهنا عرق الحياة، طلح النخيل، عفوا هذا عرق الحياة الجانسينغ. طلح النخيل ما متوفرش دابا، ولكن ممكن إضافته، حتى هو مفيد جدا. هذا الجانسينغ الأحمر، هو الشكل ديالو. تنحتاجو نص كيلو ديال العسل، دغموس أو أكاليبتوس أو سدر أو النوع اللي متوفر عندكم ماشي مشكل. وتنحتاجو أيضا الحبوب اللقاح. حبوب اللقاح الغنية عن التعريف، معروفة، مقوية، منشطة، 100% طبيعية. ونتلاقاو في بقية الفيديو. السلام عليكم. احنا رجعنا عاوتاني بعد ما مشينا للعطار. سحقنا داكشي مزيان، لي زانغريديو كاملين اللي قلت لكم، وغربلناهم، زدناهم. هاد المرحله ما تسجلاتش ليا عند العطار. زدناهم الزريعه ديال الفجل والزريعه ديال الكرافس وشويه ديال السكنجبير يابس. طحنا هاد المقادير كامله مع هاد الشي دقه وحده. جينا للدار غربلناهم، وغنضيفو ليهم دابا هادوك اللي كنت قلت لكم، القسط الهندي، ها هو البروبوليس، ها هو جولي رويال. جولي رويال غذاء ملكة النحل، تيكون شوية تيكون حساس للبرودة. بطبيعة الحال اليدين راه مغسولين نقيين، نتوما راه مسحوق مزيان. وهذا حتى هو. المقادير راه في الفيديو الاول، والسميات ديال الاعشاب. دابا بقات لينا مرحله ديال
نخلطو هاد الخير هذا بالعسل، نتلاقاو من بعد. ودابا المرحلة ديال نزيدو العسل الحر الطبيعي مع المكونات مع التحريك. بطبيعة الحال بشوية بشوية. السلام عليكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة. نسيت ما قلت لكم بلا خدينا واحد شوية ديال القرنفل البلدي، نقيناه وطحناه بلا ما حمصناه، يعني هكداك، وضفناه لهاد المقادير هادو، لأن القرنفل راك عارفين بلا عندو عدة مزايا وعدة فوائد. ملي خلطناه مع العسل هانتوما تتشوفو الشكل النهائي ديالو. تيتخاد في الصباح معلقة صغيرة، وقبل النوم معلقة صغيرة يوميا. شكرا لكم، بالصحة والراحة، إلى اللقاء.